مجنونه يا قوطه. طبعا عارفين كلنا ان دلوقتي يا جماعه اسعار القوطه حلوه جدا جدا، فقلت كده ايه انزل اجيب لي 6 كيلو اعملهم كده يقضوني مثلا الشهر ده. عملوا معايا كميه حلوه يعني ان انا تكفيني، وكمان كانت متسبكه حلوه قوي قوي. وكمان عندي صلصه العلب، بس بصراحه يا جماعه طبعا كلنا عارفين ان الصلصه اللي هي الطماطم اللي بنعملها بنفسنا بتبقى طعمها وريحتها احلى بكتير عن الصلصه العلب. فقلت كده اجيبها واعملها معاكم، ان انا افرزها معاكم. يعني ما عملتش قبل كده يا جماعه معاكم اللي هو التفريزات بتاعه التلاجة او الفريزر، فان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم الحاجات دي. وكمان عشان ان شاء الله على ما نيجي نخش شهر رمضان طبعا هتكون الحاجات اللي عندي دي خلصت، فباذن الله برضو استنوا مني تفريزات شهر رمضان سواء للتلاجة او للفريزر. طبعا انت هتكوني شايفه ان الفيديو سريع جدا جدا وتحسي كده بنشاط وحيويه، قومي يلا اتشجعي واعملي الحاجات اللي وراكي. وخصوصا يا جماعه التفريزات المفروض اول ما تجيبي الحاجه تخشي على طول بيها على المطبخ عشان تشوفي هتعملي ايه. بس انا عايزه اقول لكم اليوم ده بجد على ما جيت اصلا اقف في المطبخ واعمل الحاجات اللي ورايا خدت وقت كبير جدا جدا بسبب طبعا ابني هيما. هو تعبان يا جماعه شويه، يا ريت تدعوا له. عشان كده بصراحه مش عارفه ان انا اطلع لكم باي فيديوهات الفتره اللي فاتت، عشان هو يا حبيبي تعبان، وتقريبا كل الاطفال دلوقتي تعبانه. ربنا يا رب يحفظهم ويحوش عنهم اي حاجه وحشه، ويرزق كل مشتاق يا حبايبي ان شاء الله بالذريه الصالحه. فالفيديو بصراحه خد مني وقت كبير جدا جدا، فعايزاكم بقى تشجعوني كده بلايكات ونرجع تاني الروتينات بتاعتنا والفيديوهات اللي انتوا بتحبوها مني. فعايزه ايه لايكات حلوه كده وتشجعوني بكومنتات حلوه زيكم. هنا يا جماعه خلاص الكميه خدت معايا حلتين، وكان عندي بنجرايه واحده يعني قسمتها على حلتين. نسيت خالص خالص ان انا اشتري بنجر، فقلت ايه هكتفي باللي عندي دي وخلاص. بعد كده يا جماعه قلت القوطه بقى تتسبك براحتها كده على النار، وبعد كده جبت معايا الخضره ان انا انضفها. وبقول لكم الفرق بين الكزبره والبقدونس بتلخبط فيهم جدا جدا، مين زيي قولوا لي بقى في التعليقات تحت. وكمان كان معايا حزمه بصل كده قلت انضفها. بصوا هنا هيم عمال يمسك في رينج لايت ووقعه اساسا، والموبايل كمان وقع والسكرينه باظت خالص ورينج لايت برضو اتعوج. يعني اصلا انا عشان بصراحه يا جماعه اصور لكم بيبقى عندي باخد مجهود كبير جدا جدا في التصوير بصراحه. جماعه انا بجد عايزه اقول لكم بقى على حاجه، ان انا سبت الكزبره والبقدونس والشبت يتنقعوا كده بميه وخل، قلت يعني ثواني كده وهشيلهم عشان خاطر اقطعهم واحطهم كمان في الفريزر، عشان انا بصراحه على طول بحتاج الخضره. فقلت ايه مش هياخدوا معايا وقت. عايزه اقول لكم هيما عيط وكده، فروحت عشان اديله العلاج لقيت ان انا نمت على نفسي اصلا لحد تاني يوم. يعني اصلا تاني يوم ده اللي هو كنا الصبح اساسا كده كده، يعني انا اصلا كنت بصور بالليل خالص. تمام عايزه اقول لكم صحيت لقيت الخضره بقت مش حلوه خالص. طبعا الخل هراها ولونها اتغير خالص، فللاسف يعني استغفر الله العظيم ان انا رميتهم ما نفعوش خالص خالص. يعني حاولت ان انا اطلع حتى الحلو اللي فيهم لقيتهم برضو كلهم لونهم مش حلو خالص كده، فقلت يلا معلش مش هعمل الحركه دي تاني. وبصراحه يا جماعه كنت تعبت اصلا من شغل البيت وكده، فراحت عليا نومه. فقلت ايه مش مشكله يعني هبقى اجيب مثلا الخضره في يوم تاني. هنا بقى البصل خلاص نضفته كده معاكم وغسلته وشلته على طول في وقتها. اصلا هنا بوريكم شكل العلبه بعد ما حطيت فيها البصل. انا من عشاق البصل يا جماعه. هنا كانت الحاجه لسه طبعا ما يعني كنت لسه ببتدي، بس انا قلت اقول لكم اللي حصل قبل ما تشوفوا. يعني بجد اتضايقت قوي قوي. ما بحبش ارمي حاجات، يعني بيبقى حرام طبعا. ده يا جماعه كان تاني يوم. لا ما كانش تاني يوم، لا صح الطبق لسه هناك اهو. لا ده كان قبل ما انا تروح عليا النومه. كنت جايبه بقى يا جماعه ربع كيلو فاصوليا بالظبط، يعني لان انا بس اللي باكل فاصوليا خضراء، جوزي مش بيحبها. فقلت ايه اجيب على قد كده تقضيني مثلا طبختين، لان انا عندي بحب اعمل الاكل هو يوميها وبس. بس بصراحه عايزه اقول لكم يعني بيني وبينكم لما الطبيخ عندي بيقعد يوم ولا يومين ببقى مبسوطه، بيبقى طعم الطبيخ مسكر قوي فاهمين، وخصوصا بقى لو بالقوطه اللي احنا بنسبكها بنفسنا مش الصلصه الجاهزه. فعملت يا جماعه كده الفاصوليا عملتها، وقطعت كمان جزر عشان دلوقتي هحتاجها مع البسله. يعني كنت جايبه ربع كيلو فاصوليا على قد بس حاجه كده تفرحني، عشان على طول اصلا بجيبها اللي هي الاكياس الجاهزه. فقلت ايه اجيبها انا اعملها انا بنفسي يعني. هنا خلاص يا جماعه القوطه اتسبكت، بعملها خلاص بالهاند بلندر وبعد كده صفيتها. انا عايزه اقول لكم ان انا في العادي اللي متابعني هيعرف ان انا اصلا مش بصفي القوطه خالص، بس قلت المره دي اصفيها كده. عملت معايا 10 اكياس، 6 كيلو عملوا معايا يا جماعه 10 اكياس، بس مش عارفه الكميه دي قليله ولا ايه، بس انا حاساها قليله برضو. الفاصوليا والبسله يا جماعه حطيتهم خلاص على النار وجهزوا معايا، وبعد كده شلتهم في الفريزر. وكمان جبت كيلو فراوله نضفتهم على طول وشلتهم في الفريزر. عايزه اقول لكم يا جماعه انا بجيب كميات صغيره وبسيطه جدا عشان بجد الحاجه عندي بتبوظ، لان احنا اصلا فاردين فما بحبش ان انا اكتر. وبس كده يا حلوين، بحبكم قوي.